السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مرة بتشوفيني، انا هند حرجاوي ودي قناتي. اتمنى تحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. صباحكم زي الفل، صباحكم عسل، صباحكم سعادة، صباحكم فل. يا رب يا رب ايامكم كلها تبقى سعادة وفل. يا رب كل صباحنا يكون زي الفل دايما يا رب. بصوا بقى، النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده روتين سريع وخفيف ان شاء الله، مش هيبقى زحمة ولا تقيل، لان الحمد لله انا مبيتة، يعني البيت نضيف الى حد ما الحمد لله. انتوا عارفين ان انا ما بيبقاش عندي كركبة في البيت برا، لان انا مقسمة، يعني البيت عندي متقسم. ف يعني الاوضه اللي انا بروقها دي الاوضه اللي بتاعت الولاد، وفي نفس الوقت الليفنج بتاعنا اللي احنا بنقضي فيه يومنا. بصراحة كانت احسن فكرة بالنسبة لي ان احنا اعمل الاوضة بتاعتهم هي نفس الاوضة اللي احنا بنقعد فيها، لان حقيقي موفرة عليا وقت وتعب ومجهود ومحافظالي على بقية الشقة برا. بصراحة الاول كنا اوضتهم وبعد كده حتة نقعد فيها، فكانت الشقة كلها حقيقي متبهدلة دايما. فبصراحة كده بالنسبة لي احسن كتير ان احنا بهدلتنا وكركبتنا كلها محكومة في مكان معين، ما بنطلعش منه خالص. وكمان الأوضة دي جنب المطبخ وجنب التويلت كمان، فبالنسبة لي الموضوع كان مترتب وحلو قوي. بصوا النهاردة انا مش بغير فرش السرير ولا اي حاجة، انا بس بسوي السراير مطرح ما كانوا نايمين، لان انا مغيره لهم الفرش ده اصلا قبل ما يناموا بالليل. هما قبل ما يناموا انا روقت لهم الاوضه وفرشت لهم فرش جديد وناموا، فمش هغيره لان هو زي ما انتم شايفين هو الحمد لله نضيف. انا بس بسويه مكان ما كانوا نايمين. الحمد لله الاوضه نظيفه، لان انا عاملاها من بالليل زي ما قلت لكم، بيتها نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بس كده بسوي مطرح مكانه ولسه صاحيين. بس فهعملها بقى معاكم كده سريعا، وندخل بقى على المطبخ. عايزه اعمل اكل بقى واشوف كده شويه حاجات ورايا، عشان النهارده انا نازله عند حماتي، هتغدى عند حماتي. طب هتقولي لي انتي بتعملي اكل ليه وانتي هتتغدي عند حماتك؟ عشان انا جوزي ما بيتغداش معانا تحت عندها، لان هو بيبقى في الشغل، واحنا بننزل عندها يوم واحد بس في الاسبوع، واحنا ساكنين مع بعض بس انا بروح لها، يعني بننزل لها يوم واحد في الاسبوع يعني. فالنهارده كنا نازلين نتغدى عندها، فبرضه لازم اعمل اكل، لاني لما جوزي هيجي بالليل هيبقى عايز طبعا ياكل، هقوله ايه اتغدينا بره وما عملتش اكل، فما فيش اكل ليك. بس فبعمل بقى الاكل قبل ما انزل. وكمان بحط احتياطي، يعني ان ممكن ولادي يطلعوا من تحت مثلا جعانين، وبالفعل على فكره ولادي لما طلعوا بالليل كانوا جعانين واتعشوا، حطيت لهم بقى من الاكل فتعشوا منه الحمد لله. بس كده هعمل بقى معاكم قلقاس، وهنعمل صينية فراخ كده بالبطاطس. ليه صينية فراخ بالبطاطس وقلقاس؟ عشان انا ما بحبش القلقاس، ووعد كمان ما بتحبش القلقاس، فبعمل لي انا وهي صينية فراخ بالبطاطس. اما محمد وعهد وباباهم بياكلوا القلقاس عادي، وبياكلوا برضه صينية البطاطس. يعني انا عملتها لينا. تمام. بصوا انا ما بسلقش الفراخ كده على طول، انا بتبلها ببصل وملح وفلفل كده، بقلبهم كويس قوي مع بعض، وبقلبهم كده اتبل بيها الفراخ، وبعد كده بشوح الفراخ في حتة سمنة كده صغيرة، اشوح فيها الفراخ زي ما انتم شايفين. ما بحطهاش في مية مغلية كده على طول، لا بحب اديها تشويحة، بتفرق في طعم الشوربة جدا، يعني بتخلي طعم الشوربة حقيقي روعة. بس كده التشويحة دي بالنسبة لي مهمة، ما بسلقش الفراخ من غيرها ابدا خالص، مستحيل. لازم اشوح الفراخ كده الاول، وبعد كده احط عليها بقى مية سخنة. بس هشوحها كده، وبعد كده هحط عليها بقى ورق لورا ورشة قرفة بسيطة، رشة قرفة صغيرة زي ما انتم شايفينها كده، بسيطة جدا، ما فيهاش يعني اي حاجة، بسيطة بس كده كطعم كده بسيط، لكن ما بحطش بصراحة بهارات كتير زي ما انتم عارفين. ورشة فلفل اسود، وهقطع عليها كده بصلاية كمان كبيرة و... وطماطمايه. والبصل بقى اللي انا كنت متبلاها بيه برضو هحطهم عليها، كل ده هشوحه مع بعضه كده بقى، وبعد كده هحط ميه من الكتل. ما ينفعش احط عليها ميه من الحنفيه، يعني مش هتستوي على طول، هتاخر عمليه السوا، لازم نحط عليها ميه بتغلي. بس هقشر ورق البطاطس هنضفها،
وهقطعها عشان نعمل صينيه البطاطس مع بعض. لو لسه لحد دلوقتي بتتفرجي عليا شكرا لمشاهدتك، وما تنسيش تحطي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو لو عجبك. اتمنى يا رب فيديوهاتي دايما تكون عاجباكم. لو لسه بتتفرجوا عليا بقى ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، رسولنا وشفيعنا يوم القيامه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم على حاجه، قولوا لي كده مواظبين على سوره البقره زي ما قلت لكم ولا لا؟ والله انا بحاول على قد ما اقدر، بحاول ان انا افضل كل يوم اقراها. وساعات بصراحه ما بقدرش كل يوم، استغفر الله العظيم يعني عليا بصراحه. بس يعني بحاول ممكن يوم ممكن اعدي يومين، بس التالت لازم اقراها. بصراحه بحس براحه نفسيه زي ما قلت لكم، راحه نفسيه فظيعه لما بقرا سوره البقره. واظبوا عليها والله هتفرق معاكم في يومكم. بصوا لو مش هتقرأوها شغلوها في البيت، يعني كل يوم شغلي سورة البقرة. عايزة اقول لكم ان وانا بعمل البيت قبل ما ببدأ بشغل سورة البقرة واسيبها. بصراحة بتفرق جدا، بتفرق جدا في نفسيتي، بتفرق جدا في البيت عموما. يعني لا بتفرق. يعني حتى لو مش تقرأوها، طب شغلوها سيبوها كده، ايه، حس وصوت في البيت جنبكم حواليكم. على فكرة كتر ما بتسمعوها وكتر ما بتقرأوها هتحفظوها. انا في ايات كتير انا محفظتهاش كلها، بس انا حفظت فيها ايات كتير الحمد لله. على قد ما بقدر بحاول اقرأ وبسمع منها كتير، بتفرق بصراحة كتير. على فكرة هنحفظها يعني مع التكرار هنحفظها. بس بصوا بقى، انا هنا بقطع طماطم وبصل عشان اتبل بيهم بقى البطاطس، وبعد كده احط عليها الفراخ. تمام. كنت عايزه اقول لكم برضو على حاجه كمان. عايزه اعمل بصراحه شويه تجديدات في المطبخ بسيطه. حاساها هتفرق في الشكل العام. بس بصراحه محتاره اعمل التجديدات دي دلوقتي ولا استنى على رمضان. اهو خلاص رمضان قرب، احنا في رجب اهو، كل سنه وانتم طيبين. يعود علينا وعليكم يا رب الايام بالف خير. فمحتاره بصراحه، مش عارفه اعمل تجديد دلوقتي ولا استنى على دخلة رمضان. مش عارفه. تعالوا نعمل حصاله كده مع بعض، نحط فيها 5 جنيه كل يوم. ونجيب بيها شويه حاجات كده على دخلة رمضان، تبقى للمطبخ ديكورات كده للمطبخ. تدينا يعني شكل جديد، طاقة إيجابية جديدة، حاجات بسيطة يعني. حصالة كده نحط فيها 5 جنيه حتى كل يوم لحد مثلا بإذن الله شهر رمضان. احنا في رجب، يعني معانا رجب كله وشعبان كله. ممكن ننزل بقى بالفلوس دي نجيب شوية حاجات حتى لو بسيطة للمطبخ. نفسي اجيب فرع الليد ده قوي من اول ما نزل، وانا بقول نفسي اجيبه، بس جوزي بقى مش راضي لانه خايف بقى مع الميه، لان انا كل شويه بصبن المطبخ وانا لما بصبن المطبخ بفضل كب في ميه يمين وشمال وفوق وتحت، كب في ميه فظيعه، وكب في ميه كتيره جدا، مش اللي هو بمسح كده بفوطه، لا لا، ادعك واكب في ميه. فبصراحه جوزي بيقولي لا، ده مش هينفع معاكي خالص، هتتكهربي وهيعمل قفله. ده عايز مسح كده حواليه، مش عايز كب ميه، فمخوفني وبيقولي لا ما تجيبهوش. بس بصراحة نفسي اجيبه جدا، انا هموت عليه، نفسي اجيبه واحطه. حاسة ان هو هيفرق في شكل المطبخ بتاعي جدا. فنفسي كده بصراحة اعمل شوية تجديدات. بص عشان ما نتوهش كده من بعض، انا دلوقتي بعمل القلقاس. طريقتي في القلقاس ممكن تستغربوها، ممكن تبقى بالنسبة لكم عادية انتوا بتعملوها كده، بس هي دي طريقتي. ان انا بقطف السلق، غسلته طبعا، وبعد كده بضربه في الكبة او في الخلاط بشوية مية صغيرين جدا، اللي هو ايه، يلفوا كده بس. تمام. وبعد كده بقى هحط شوربة في الحلة، شوية شوربة حلوين كده. وهحط عليهم القلقاس ده انا كنت شايلاه في الفريزر، كنت جايبه قلقاس ودول كانوا زيادة عليا، فشلتهم في الفريزر وطلعتهم دلوقتي اعملهم معاكم. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نعمل تفريزات لرمضان ان شاء الله، هتبقى ايه، شويه حاجات كده مفاجآت. بس بصوا بقى، السلق اللي احنا ضربناه في الخلاط بحطه في مصفى ضيقه جدا، اللي هي زي ما شبه مصفى الشاي كده بس الكبيره، وبصفيه كويس جدا من الميه بتاعته، بخليه بصوا اعصره كويس جدا جدا على قد ما اقدر، وانزل الميه بتاعته. تمام. الميه بتاعته اللي بتنزل طبعا هو ده اللون الاخضر اللي بيبقى في القلقاس، بيبقى لون القلقاس كده اخضر فاتح. ما بحبش بصراحه اللي بيبقى لونه اسود غامق، يعني لا مش بحبه خالص خالص، مش بحب شكله، وانا مش باكله بس انا مش بحب شكله الاسود ده، بحب القلقاس يكون لونه اخضر.
بصوا هنا هنعمل بقى، انا سبته طبعا القلقاس بالميه بتاعه السلق دي يغلوا كده مع بعض، القلقاس يستوي فيها. وهعمل بقى شويه رز بشعريه، حطيت سمنه شويه زيت وحطيت الشعريه. انا بحب اغمق الشعريه، ما تسالونيش ليه، انا بحب اغمقها. بس كده، وهحط عليها الرز وهرش كمان ملح وهقلبه كده مع بعض، وهحط بقى شويه ميه مغليين برضو. رز بشعريه يا جماعه، رز بشعريه بتاعنا اللي احنا بنعمله يعني. بس انا مش بعلمكم يعني، انتوا احسن واشطر مني بكتير، انا بشارككم اليوم بتاعي كان ماشي ازاي. بس في معلقتين بقى سمنه كبار كده حلوين، حطيت بقى توم وهسيبه كده ياخد لون ذهبي خفيف. وبعد ما ياخد اللون الذهبي الخفيف ده كده، هرش عليه شويه كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه في التقليه بقى بتبقى ريحتها يعني ولا بس. وهحط بقى عليهم السلق اللي احنا صفيناه. بصوا من كتر ما انا مصفياه مش عايز يتقلب، مصفياه مخليه حجر. صفيته من الميه بتاعته تماما. بس وحطيته بقى على التوم، هفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون كده يغمق شويه، اللي هو يبقى اول درجه كده في البني، يعني مش دهبي، لا اول درجه كده في البني. خلي بالكم ما يتحرقش، تغمقوه شويه بس ما تحرقوش. لو التوم او السلق اتحرق هيخلي القلقاس مر جدا، فخلي بالكم من الحته دي. بس بعد ما هياخدوا لون كده حلو كده مع بعضهم ويبقى تمام، هحط بقى عليهم الكزبره الخضراء، شويه كزبره كده خضراء حلوين. وهديهم برضو تقليبا، ما بياخدوش لون يدوبك، بس بسيبهم كده يتبلوا مع بعض شويه، يتبلوا مش ياخدوا لون، يتبلوا بس. وهحطهم بقى على سيل استاذ قلقاس. بس هي دي كل طريقتي. وبعد كده بدوق واشوف عايز ملح بقى حسب يعني الشوربه بتاعتنا. بس كده، هو ده القلقاس بتاعي، دي طريقتي فيه. ما في ناس بقى بتعمله بطرق تانية، فهو كل دار وليها مدار يعني زي ما بيقولوا. بص بقى، الفراخ طلعتها هي من الشوربه وحطيتها على صينيه البطاطس. طبعا ما كانش ينفع اعملها ني في ني، لان انا كنت محتاجه شوربه، وثانيا دي فراخ بلدي فمش هتستوي وهي ني في ني، فكان لازم اسلقها. شويه الكبه دول كان شويه التوم دول كانوا في الكبه مكان ما كنت ضربهم للقلقاس، فهاخدهم كده بشويه شوربه وشويه صلصه، وهرشهم كده على صينيه البطاطس كده والفراخ. ودي بقى ست فرخه هانم، البرنسيسه فرخه هانم تدخل الفرن. دول بقى كانوا شويه محشي كنت عاملاهم وطلعوا زياده، فشلتهم نيين في الفريزر. واول مره اشيل محشي في الفريزر على فكره، دي اول مره اشيل محشي في الفريزر وهو معمول جاهز. فقلت بصراحة هجرب. كانوا هما شوية صغيرين، كانوا كتار علينا، فبصراحة قلت حرام اعملهم ويتركنوا، حرام. فقلت لا هشيلهم. فقلت هجربهم. بصراحة عملتهم طلع طعمهم زي الفل، كأني لسه حاشية وعاملاه دلوقتي. فعجبتني بصراحة الفكرة. بس فقلت هسويهم جنب الاكل كده برضو بالمرة، عشان ما يبقاش قاعد كتير في الفريزر. يعني هو تقريبا كده كان بقاله اسبوع. بس ما ينفعش بقى طبعا، وقفنا وعملنا اكل يعني هطلع اسيب المطبخ بقى مكان مواعين الاكل وكده. قلت لا، نعمل شويه المواعين دي كده برضو مع بعضينا، وبعد كده هقفل بقى الشقه واقفل حاجتي ودنيتي واتكل على الله، انزل عند حماتي نشوف يومنا عامل ازاي. بصراحه حمدت ربنا ان انا كنت عامله الاكل ده. حماتي كانت عامله اسماك، وانا ولادي ملهمش في الاسماك قوي، ما بياكلوش غير جمبري وصبيط بس، ما بياكلوش بقيه الاسماك. اكلوا جمبري وصبيط بس، طبعا برضو مش اكلتهم المفضله الاسماك. فاما طلعوا بقى البيت الحمد لله، اما جم بقى اتعشوا فاكلوا من الاكل ده، لان هم ما كانوش متغدين احسن حاجه، لان الاسماك مش اكلتهم المفضله يعني خالص اطلاقا. فحمدت ربنا، قلت الحمد لله يا رب ان انا ما اعتمدتش على الاكل تحت، وعملت الاكل بتاعنا احنا فوق. الحمد لله الدنيا يعني مشت كده الحمد لله، يعني فضل وكرم ربنا سبحانه وتعالى. بس كده انا خلصت. عايزه اقول لكم المطبخ خليته زي الفل زي الفل، ما خليتش فيه اي حاجه. وقفلت بقى الشقه. هنا كان الظهر خلاص بيأذن عليا، فقلت لا خلاص بقى انا هطلع، وعشان الحق بصلي الظهر واغير بقى واغير للولاد وننزل عند حماتي. بس بصوا بقى شكل الاكل، طعمه كمان كان تحفه. هو مش شكل بس، طعمه كمان كان تحفه. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس لو الفيديو عجبكم، وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير في فيديو جديد حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني جدا من دلوقتي للفيديو الجاي. باي باي.